ازاي تعرفي الولد اللي في حياتك بيحبك بجد ولا بيتسلى بيكي؟ وليه قلت الولد مش الراجل؟ علشان الاختبار اللي هقولك عليه دلوقتي واللي هتختبري بيه هيبين اذا كان ولد ولا راجل. بصي يا ستي، انا مش هقولك كلام انشائي ولا اضحك عليك واقولك اذا نظرت الى عينيه ورأيت لمع وهو ينظر اليك فاعرفي ان الواد ده بيحبك. لا خالص، لانهم بيعرفوا يمثلوا نظرة العيون عادي جدا. ولا هقولك لو الشخص ده بيعرف يحتويكي يبقى هو بيحبك، لانهم بيعرفوا يحتووا 4 بنات في نفس الوقت من غير ما تشك ان هو بيخونك. فمش مقياس ابدا، لكن كل اللي طالباه منك حاجه بسيطه جدا. هتعملي ايه بقى؟ هتخشي تبعتي له رساله. وخلي بالك لو انت داخله تبعتي له رساله ولقيتي منه كلام حب زي عامله ايه يا حبيبتي وحشتيني، اوعي تضعفي، اوعي. احنا داخلين نتاكد من حاجه معينه. اتفقنا؟ اتفقنا. تخشي تبعتي له ايه بقى؟ هتقولي له بصي يا ابن الناس، انا مش عايزه اكلمك من ورا اهلي، ومش عايزه اخون ثقه اهلي، ومش عايزه ازعل ربنا مني، وانا مستعده استناك لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتقدر تتقدم. وقتها تقدر تبعت لي رساله وانا هكلم اهلي عنك وهبعت لك رقم بابا تتواصل معاه. وبس كده، اسكتي. طيب هل انت فعلا هتستنيه؟ لا، ما تستنهوش. ليه بقى؟ والله ما بقولك كده كنوع من انواع الغدر، ولكن كنوع من انواع تتغدي بيه قبل ما يتعشى بيكي. يعني ايه؟ بصي هجيبها لك من الاخر واقول لك السيناريو اللي بنسبه كبيره هيحصل. انت هتستنيه سنه، 2، 4، وهترفضي عرسان زي القمر والله ومناسبين، بس علشان انت بتحبيه هترفضيهم. وبعد سنين من الحب والتضحيه والوفاء يرزعك واحده تمت خطبته وتجيب اجلك. ما تعيطيش، اوعي تعيطي، ما عندناش بنات تعيط. طيب هو ليه ممكن يعمل كده؟ علشان غدار. في منهم كتير غدارين الا من رحم ربي، وفي بنات برضو غداره الا من رحم ربي. فاحنا علشان نحمي نفسنا نبعت له الرسالة دي. فاوعي يصعب عليكي وتقولي أنا هستناه، عشان ما تصعبيش علينا انت بعد كده. طيب هل هو هيسيبك بعد ما يشوف الرسالة دي منك؟ لا طبعا، هيشتغل كمعاون لإبليس وهيفضل يقنعك بحاجات مش موجودة. زي مثلا يقولك ايه، طول ما احنا مش بنتكلم في حاجة غلط فايه المانع، او يا حبيبتي طول ما احنا بنحب بعض بس الظروف لسه مش سامحة فما فيش حاجة غلط ولا عيب ولا حرام. فانا عايزاكي ترد عليه بكلمة واحدة وتقولي له ريح يلا، ريح يلا. بهزر، مش هتقولي له حاجة. احنا داخلين نتأكد من حاجة معينة، الشخص ده بيحبنا ولا لا. ما تدخليش معاه في أي نقاش عشان اللي بيقوله ده أي كلام. وعايزة أقولك حاجة بس، هو لو الشخص ده فعلا بيحبك مش هيتقبل فكرة إن حد تاني يبقى ليكي. الرجالة لما بتيجي تحب بتحارب الدنيا كلها عشان البنت اللي هي بتحبها. الراجل عموما لما بيجي يحب بنت والله لو ظروف الدنيا كلها ضده هيقدر عليها. فلو هو مش بيحبك صدقيني عادي مش هتفرق معاه، لكن لو بيحبك هيحارب ظروف الدنيا، هيجي يخطبك حتى لو بدبلة، هيجي يتكلم، هيربطك بأي حاجة، هيشتغل ليل نهار. وده مش كلام إنشائي والله، ده كلام أنا شفته بعيني في أرض الواقع. الراجل لما بيحب بيضحي. فانتي ما تضحيش علشان حد، لان انتي مش مطالبه بده. كل اللي عايزاه منك ان انتي تغلي نفسك وتبعتي له الرساله دي، وما تخليش عيل اهطل زي ده يضحك عليكي. بس كده. سلام.